السلام عليكم. قصتنا اليوم عن مسلسل قطع وريد. هو دراما سورية مشوقة بتجمع بين الإثارة والتشويق، وبيشارك فيه نجوم زي باسم ياخور، سلوم حداد، شكران مرتجى، وعدنان أبو الشامات. المسلسل بيتعرض حالياً على قنوات تي في بجودة عالية وبدون إعلانات، وده بيوفر تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين. ملخص الحلقات من 1 إلى 12. الحلقة الأولى: بنبدأ في قرية قريبة من دمشق لما بيحصل جريمة قتل غامضة بتصدم أهل القرية. المحقق رامي باسم ياخور بيتولى التحقيق، وبيبدأ يكتشف أسرار مخفية عن الضحية وعلاقاته المتشابكة. الحلقة الثانية: رامي بيستجوب أهل القرية، وبيظهر إن الضحية كان ليه أعداء كتير. الشكوك بتدور حوالين أبو سعيد سلوم حداد، اللي كان ليه خلافات قديمة مع الضحية. الحلقة الثالثة: رامي بيلاقي أدلة جديدة بتربط أبو سعيد بالجريمة، لكنه بينكر التهمة. في نفس الوقت ليلى شكران مرتجى أخت الضحية بتحاول تعرف الحقيقة بنفسها. الحلقة الرابعة: رامي بيكتشف علاقة سرية بين الضحية ونورة ريم عبد العزيز، وده بيفتح باب لشكوك جديدة حوالين دوافع الجريمة. الحلقة الخامسة: نورة بتعترف إنها كانت على علاقة بالضحية، لكنها بتنفي تورطها في الجريمة. رامي بيبدأ يشك في حسام عدنان أبو الشمات زوج نورة اللي كان عارف بعلاقتها. الحلقة السادسة: حسام بيهرب من القرية بعد ما بيحس إن الشكوك بتدور حواليه، وده بيخلي رامي يزيد من تحقيقاته ويحاول يلاقيه. الحلقة السابعة: رامي بيلاقي حسام وبيستجوبه، وبيعترف إنه كان عارف بعلاقة مراته بالضحية، لكنه بينكر تورطه في الجريمة. الحلقة الثامنة: رامي بيكتشف أدلة جديدة بتشير لتورط أبو سعيد في تجارة غير مشروعة، وبيبدأ يربط بينها وبين جريمة القتل. الحلقة التاسعة: ليلى بتلاقي رسالة من أخوها المتوفي بتكشف عن تهديدات كان بيتعرض ليها قبل مقتله، وبتسلمها لرامي. الحلقة العاشرة: رامي بيواجه أبو سعيد بالأدلة الجديدة، لكنه بيستمر في الإنكار. التوتر بيزيد في القرية، والكل عايز يعرف مين القاتل الحقيقي. الحلقة الحادية عشرة: رامي بيكتشف إن الضحية كان بيخطط لكشف تجارة أبو سعيد غير المشروعة، وده بيديله دافع قوي لارتكاب الجريمة. الحلقة الثانية عشر: في حلقة مشوقة، رامي بيجمع أهل القرية وبيكشف عن الأدلة اللي بتثبت تورط أبو سعيد في الجريمة، وبيتم القبض عليه. لكن المفاجأة بتكون في ظهور أدلة جديدة بتشير لوجود شريك آخر في الجريمة. نقاط قوة المسلسل: حبكة مشوقة، القصة مليانة بالغموض والإثارة، وكل حلقة بتكشف عن أسرار جديدة بتخلي المشاهد متشوق يعرف اللي هيحصل بعد كده. أداء تمثيلي مميز، الممثلين قدموا شخصياتهم بشكل واقعي ومؤثر، وده زاد من قوة الدراما وجذب المشاهدين. إخراج متقن، الإخراج ساهم في خلق جو من التشويق والإثارة، مع تصوير مميز للمشاهد والأحداث. لو عايز تتابع مسلسل قطع وريد، تقدر تشوفه على قنوات تي في بجودة عالية وبدون إعلانات، وده هيخليك تستمتع بكل لحظة في المسلسل. متفوتش الفرصة وتابع الأحداث المثيرة في قطع وريد. وصلنا لآخر الفيديو، فلو حابب تشترك وتستمتع بالمسلسل ده وباقي المسلسلات الحصرية، اتواصل معانا على الأرقام الموجودة في آخر الفيديو، وإحنا هنساعدك في كل خطوة. متنساش تشارك الفيديو ده مع أصحابك وتعمل لايك وشير لو عجبك المحتوى. ولو عايز تتابع باقي المسلسلات الحصرية والممتعة، اعمل متابعة لصفحتنا علشان يوصلك كل جديد. قنوات تي في دايماً بتقدم لك أفضل المسلسلات والبرامج بأعلى جودة وبدون إعلانات مملة.